خليني أسألك سؤال على السريع، ليه ممكن نلاقي مشروعين فاتحين مع بعض، واحد مكسر الدنيا خالص والتاني قفل بعد 6 شهور؟ تفتكر السبب في الفكرة؟ لا، الفكرة واحدة، ممكن تلاقي نفس الفكرة بس المشروع الأولاني عنده بيزنس موديل والتاني ما عندوش بيزنس موديل. اللي عنده بيزنس موديل هيكسب ويقدر يستمر في السوق، واللي ما عندوش بيزنس موديل هيقع مع أول مطب. عاوز تعرف يعني إيه بيزنس موديل وإيه مكوناته؟ تابع معانا الفيديو للآخر. البيزنس موديل ببساطة هو الخريطة بتاعت مشروعك اللي هتقولك ازاي انت هتكسب، مين عميلك، تستهدفه ازاي، بيشتري ازاي وايه طبيعة الشراء بتاعته، تقدر تكسب منه، هتكسب منين. الحاجات دي كلها الأسئلة دي كلها بنترجمها في البيزنس موديل ونقول لك الفكرة ازاي تحولها لنظام يجيب لك فلوس، يخلي المشروع بتاعك يستمر ويكبر ويكسب اكتر. ودلوقتي تعالوا مع بعض نشرح ال9 عناصر المهمة بتاعت البيزنس موديل بتاعنا عشان نعرف ازاي نبنيه صح. اول حاجة الكاستمر سيجمنت او الجمهور المستهدف. ما ينفعش ان احنا نقول انا هنستهدف الكل في المشروع بتاعي، لا، احنا بنقسمه لسيجمنتس او ناس مستهدفة معينة، لان ده هيفرق طبعا في التسعير وفي المحتوى وفي طريقة الكلام وهكذا. يعني مثلا لو حد هيفتح جيم، هل الجيم ده بيستهدف مثلا سيدات فقط؟ هل هو بيستهدف الشباب اللي عاوزه تعمل فورمه؟ هل بيستهدف مثلا هو جيم شعبي؟ كل ده هيفرق، الحاجات دي كلها هتفرق انا بستهدف مين في المشروع بتاعي. تاني عنصر القيمه اللي انت بتقدمها او الفاليو بروبوزيشن. هتسال سؤال، ليه العميل هيختارك مش هيختار غيرك؟ لو انت مثلا مطعم بتقدم ديليفري او خدمات توصيل، فتبين ان انت اسرع ديليفري في المنطقه بتاعتك مثلا، دي فاليو او قيمه. لو انت مثلا محل بيبيع ملابس، هتبين ان القيمه مع السعر او الخامه هتبقى كويسه مع السعر، فانت مش هتلاقي ده مثلا في المنافسين حواليا في المنطقه. لو انت مثلا كافيه مثلا، هتبين ان هو مكان هادي تقدر تذاكر فيه، ينفع للطلبه، الترابيزات بعيده عن بعض ومنفصله، فكل واحد او كل جروب لوحده، فانت كده هتبين برضو دي فاليو مش عند المنافسين مثلا. فانت تبين الحاجات دي كلها كمان في الاعلانات بتاعتك. تالت عنصر اللي هو قنوات الوصول للعميل او الشانلز. هوصل للعميل بتاعي ازاي؟ يعني مثلا لو واحده بتعمل اكسسوارات للسيدات مثلا، فاحسن منصه توصل من خلالها طبعا اونلاين، ممكن تستخدم تيك توك وانستجرام، لان معظم الشباب بيستخدموها. هتحط ريلز، هتحط شوب ناو من خلال السوشيال ميديا دي. لو حد مثلا تاني بيقدم خدمات سوفت وير للشركات بي تو بي مثلا، فانت هنا احسن وسيله ممكن تبقى لينكد ان، انك توصل للعميل بتاعك من خلال لينكد ان. طيب لو مطعم مثلا، ممكن نلاقي احسن حاجه ممكن يوصل من خلالها اللي هي يشترك على طلبات مثلا او ابلكيشن طلبات، ان هو ينزل من خلالها، الناس تطلب من خلال الابلكيشن دوت، لان ملايين الناس بتستخدمه يعني. فدي بالظبط فكره الشانلز او قنوات وصول للعميل. رابع عنصر اللي هو علاقتك بالعميل او الكاستمر ريليشن شيب. هتبتدي تبني علاقه كويسه او علاقه ثقه ما بينك وما بين العميل بتاعك. البنوك وشركات الاتصالات بتبتدي ان هي تسالك دايما، هل مثلا الكاستمر سيرفيس لما اتصلت او الكول سنتر رد عليك كويس وحل لك مشكلتك ولا لا. هنلاقي مثلا المطاعم بيبتدي يسالك على جوده الطعام، وممكن ايه اللي انت الحاجات اللي انت بتحبها. الحاجات الشوبينج ابلكيشنز مثلا، او زي نون وجوميا وامازون والحاجات ديت، انت لما بتشتري حاجه بيبتدي يطلع لك حاجات بيرسوناليزد او كاستمايزد على اساس طريقه الشراء بتاعتك، او انت بتشتري طبعا هو بيحلل طريقه الشراء ويبتدي يقول لك حاجات ماتشنج او هتعجبك، انك تعمل ماتش ما بينها وما بين البرودكت اللي انت اشتريته بالفعل. الحاجات دي كلها بتبني ثقه وبتخلي في العميل عاوز يشتري اكتر. خامس عنصر اللي هو ريفينيو ستريمز او مصادر الربح. انت هتكسب من ايه بالظبط؟ في مثلا لو مطعم هتلاقيه بيكسب مباشره من البيع المباشر للعملاء، مثلا هتلاقي حد تاني كوميشن او العموله اللي هو بياخد مثلا من التخفيضات من خلال شراء من الابلكيشن مثلا معين، ده هو دي طريقه الربح بتاعته. هنلاقي مثلا حد بيكسب من الاعلانات، المشروع بتاعي بيكسب من الاعلانات. هنلاقي حد تاني ممكن ان هو يبقى من السبسكريبشنز او الاشتراكات، زي الاشتراك الجيم الشهري او السنوي، او واتشيت مثلا اللي هو برضو اشتراك سنوي او شهري. الحاجات دي كلها ممكن تختار اللي يناسبك، وممكن يبقى اكتر من مصدر دخل واحد. سادس عنصر الموارد الاساسيه او الكي ريسورسز. ايه اهم حاجه للمشروع بتاعك او المورد الاساسي؟ مثلا لو مطبخ، هيبقى المورد الاساسي ايه؟ الشيف اللي هيطبخ الاكل، ايه المطبخ نفسه، والادوات الطبخ مثلا.
هتلاقي مثلا لو حد بيقدم محتوى او كونتنت كريتور، هتلاقي ان هو هيحتاج كاميرا، هيحتاج مونتاج، هيحتاج افكار. فالحاجات دي لازم تحددها انت ايه المورد الاساسي بتاعك في المشروع بتاعك. سابع عنصر الانشطه الاساسيه او الكي اكتيفيتيز، يعني الحاجات اللي لازم تعملها كل يوم عشان المنتج او الخدمه بتاعتك توصل للعميل زي ما وعدت. يعني مثلا لو انت محل بيبيع بتاع قهوه، فانت لازم اول حاجه بتعملها كل يوم انك بتجهز البن، بتتاكد من الخدمه والجوده كويسه، وبتتاكد من النظافه. مثلا لو متجر الكتروني او حاجه ابلكيشن بيبيع اونلاين، هيتاكد ان هو كل يوم بيصور المنتجات، بيشحنها وبيغلفها كويس. الحاجات دي كلها كي اكتيفيتيز او انشطه اساسيه للمشروع بتاعك بتعملها كل يوم عشان الجوده بتاعت الخدمه او المنتج بتاعك يبقى زي ما وعدته للعميل. تامن عنصر الكي بارتنرشيب او الشركاء الاساسيين. مين هم الناس اللي هتعامل معاهم او البيزنس اللي هتعامل معاه دايما، وهو ده شريك لازم هحتاجه دايما في المشروع بتاعي. مثلا لو مطعم، هيبقى في حد مثلا مورد ثابت بيجيب لك مثلا الخامات او الادوات اللي هتستخدمها في الطبخ عامه. لو مثلا كونتنت كريتور، هتلاقي حد مثلا ممكن يتعامل بارتنرشيب مع مونتير او حد يعمل له الفيديوز ويعمل له اديتنج عليها. فدولت الشركاء الاساسيين للمشروع بتاعك. تاسع عنصر التكاليف او الكوست ستراكشر، ودي اهم نقطه، ان انت هتبتدي تشوف ايه الحاجه الثابته وايه المتغيره في اللي انت هتدفعه. يعني مثلا مطعم، هتلاقي الحاجه الثابته ايه؟ اللي هو الايجار بتاع المكان، مثلا العماله او الناس اللي هتشتغل في المكان. لكن المتغير ممكن تلاقي مثلا اسعار الفراخ واللحمه، الزيت، التغليف، الحاجات دي كلها ممكن تبقى متغيره. لو حد مثلا برضو مشروع تطبيق مثلا معين، فهيلاقي الحاجات الثابته اللي هو السيرفرات ورواتب العمال. لكن المتغير ممكن تبقى التسويق. فانت تشوف الحاجات الثابته والحاجات المتغيره في التكاليف بتاعتك. وزي ما انت شفت، اي بيزنس ناجح بيمشي بالتسع خطوات اللي اتكلمنا عليهم، اللي هم البيزنس موديل او خريطه البيزنس. في الحلقه الجايه من قناه بيزنس على السريع، هنتكلم على انواع البيزنس موديل، وهتشوف انهي بيزنس موديل مناسب ليك ولمشروعك. تابعنا واشترك في القناه، هيوصلك كل جديد، وخليك دايما سابق بخطوه. سلام.